تبغي تسمع قصة نورة الدقاقة؟ هذه قصة من أشهر القصص الرعب والغموض اللي كيتعاودوا في السعودية والخليج، واللي دارت ضجة كبيرة. وجد راسك، ها هي القصة كاملة وبالدارجة المغربية. شكون هي نورة الدقاقة؟ نورة كانت واحدة من أشهر دقاقات، يعني مغنية ديال الأعراس والشعبي في السعودية وفي التسعينات. كانت هي والفرقة ديالها مطلوبات بزاف، وكاع العائلات الكبيرة ومن الفرحة كانوا كيتسابقوا باش يجيبوها. تحيي ليهم الأفراح حيت كانت صوتها واعر والخدمة ديالها مجدة. الليلة اللغز والصدمة. في واحد الليلة من الليالي سنة 1997 كسبات القصة طابع مرعب ديالها. نورة كانت في الدار ديالها حتى جاء اتصال هاتفي في العشية من عند واحد السيدة. هاد السيدة طلبات منها تجي تحيي العرس ديال بنتها في ديك الليلة نيت، وعرضات عليها مبلغ مالي خيالي ما يمكنش يترفضوا. وخا نورة كانت عادة او نورة كانت عيانة والوقت معطل، طمعات في الفلوس وجمعات البنات ديال الفرقة ديالها وزادوا توكلوا على الله. اجواء العرس الغريبة. ملي وصلوا العنوان اللي كان قصر كبير وفخم بزاف، استقبلوهم الناس تما بالترحيب والكرم. نورة والفرقة ديالها دخلوا وبداو كيوجدوا الالات ديالو، ولكن مع الدقة الاولى نورة بدات كتلاحظ شي حوايج غامضين. الناس واللبس المعيز كانوا لابسين لبس غالي وفخم، ولكن ملامح وجوههم كانت غريبة ومبهمة، ديال إلا كاين شي حاجة ماشي هي هادي. البرودة. الجو داخل القصر كان بارد بزاف لواحد الدرجة غير طبيعية بالملاحظة مع الجو اللي كان برا. البشرة. ملي كانت نورة كتسلم على العروسة وامها، حست بالبشرة ديالهم حرشة بحال الجلد ديال الحيوانات، ويديهم باردة بحال الثلج. اللحظة اللحظة كشات فيها الحب. وخا هاد الشكوك نورة بدات كتغني والفرقة شعلت النشاط والناس بداو كيشطحوا. وهنا فين وقعت الصدمة الكبيرة. هما كيشطحوا ويهزوا جلابيبهم، يعني كيهزوا الكسوة ديالهم. نورة طاحت عينيها على رجلين ماعز، والعروسة ما كانوش رجلين ديال بنادم، كانوا حوافر ديال الماعز او حمار. في ديك اللحظة نورة عرفت راسها باللي هي والفرقة ديالها وسط عرس ديال الجن، هروب والنجاة. نورة حكمت راسها وما بيناتش ليهم الخوف، حيت عرفت الى عاودت كاين غياكلوها. غمزات البنات ديال فرقتها وقالت ليهم يكملوا هنا وما يوقفوش، وبقات كتسين غير امتى يأذن الفجر. غير بدا الاذان الاول ديال الفجر كيطق اضواء ديال قصر طفاو كاملين وبداو الاصوات كيغبروا. نورة والفرقه ديالها رماو الانات وهربوا كيجريو. صدموا فين سالات القصه. اللي خرجوا للزنقه نورة طاحت سخفات. الناس ديال الفجر لقاوهم حاولوا يعاونوهم. الصدمه الكبيره هي ملي شافت نورة وراها ما كان لا قصر لا والو، كان غير بيت قديم مهجور ومهدم من سنين والبلايص قاحله. من بعد هاد الصدمه القويه نورة الطقطقه مرضات نفسيا وجسديا وقررت تعتزل الغنى والإعراس بصفة نهائية. وبقات هذه القصة مسجلة في ذاكرة الناس كواحدة من أغرب الحكايات بين قوسين في العصر الحالي.